اطلاقا. دي مقوله تخريفيه، مقوله هدامه. التامين الصحي بوضعه الحالي يستطيع ان يقدم خدمه افضل من هذا. يمكن كل حوارنا مع حضراتكم وكل اللي بيشتغلوا معانا في التامين الصحي حاسين وبيعظموا قيمه ما يقدمه التامين الصحي، وبيشعروا بالغبن حينما يسمعوا ان هناك يعني من يسيء للهيئه. مشكله عندنا في التمويل، ما بنقدمش كل الخدمه. هو احنا لو كنا بنقول بنقدم خدمه جيده، ال 3000 اللي بيتعملوا في مصر احنا عايزين 6000 وكلهم على نفس التامين الصحي. هل حضراتكم تعلموا ان احنا كنا بندفع لزرع القوقعه على سبيل المثال والحصر بندفع ليها 45000 جنيه من ال 20 جنيه اللي بتاع الطفل؟ يعني يجي ابوه يدفع 20 جنيه نديله شيك 45 فيخرج ناقم وساقط على نظام التامين الصحي. هو ما يعرفش التمويل، ما عندوش فكر، هو ملوش دعوه، هو اصبح له خاضع للتامين الصحي يدفع 20 جنيه ويقول لك انا عايز اديني اداني شيك 45 نسيب ليه؟ لانه محتاج يتكون تاني 100 والعمليه بتتكلف 120 130. اذا فالتامين الصحي يقول لك ولا له لا ما عملناش. هو مش عارف انه الدوله، هناك البعض يعتقد ان الدوله تمول التامين الصحي او ان الدوله تسد العجز في ميزانيه التامين الصحي. انا بقول لحضراتكم الدوله لم تساهم بجنيه واحد اكثر من الاشتراكات. الاشتراكات والاشتراكات فقط. يمكن اول سنه يتعمل قانون للطفل اللي هو 2012، احنا في خلال اكثر من سنه 98 منذ انشاء هذا المركز واحنا ما كناش بنعتمد غير على 20 جنيه اللي بيدفعها الطفل. النهارده بقى الطفل يدفع 8 والدوله تدفع 12، وقلت لهم انا موافق ان الطفل يدفع 8 والدوله 12. طب حطوا 10 ساعة. خدوا بالكم بقى من الارقام. ال 10% دي لا، ده خط احمر السجاير. انا شخصيا مش فاهم ليه. انما السجاير دي خط احمر. طب بلاش 10%، 10% كانت هتتراوح من 50 ل 70 قرش 80 قرش. ادوني 10 ساعة فقط. انتوا بتدونا حاليا 10 ساعة. ال 10 ساعة بتعمل نص مليار. تخيلوا من تفاهة القيمة وحجمها. ال 10 ساعة بتعمل نص. فقلت لهم ادوني 10 ساعة تاني للربع. يتحول ال 270 مليون الى 760 مليون او 750 مليون، لانه هيزيد نص مليار تاني بدون ان تكلف 10 ساعات. وللاسف ان هذا الكلام خرج من مجلس الشعب وراح للحكومه، اتسحب في الحكومه واتبقى ال 20 قرش، ال 2 جنيه، ال 20 جنيه. ال 20 جنيه انت عايز خدمه ازاي تكون جيده؟ وازاي ما تقدرش تقول لي انت وحش. يمكن انا كنت في لقاء تلفزيوني قلت لهم حضرتك ما تقدرش تقول لي انت وحش، انت بتديني 20 جنيه في السنه اشتراكات، مش ممكن. انا مش عايز اطيل على حضراتكم في هذا. اسمحوا لي ان انا طبعا بقدم التحيه لكل من عمل في هذا المركز، واضيف للوحه الجراحين العنايه والتخدير والتمريض. احنا بنعاني من مشكله نقص التمريض. يمكن احيانا يعني اسمحوا لي ان احنا احيانا بنجد الاطباء ولا نجد تمريض. الخدمه التمريضيه خدمه تحتاج من مصر عنايه كبيره جدا جدا. هذا الكيان المظلوم اللي احنا لا نقدره في مصر. انما انا بعتقد ان الهيئه العامه للتامين الصحي يمكن خدت عده مبادرات خلال السنتين اللي فاتوا بان احنا بقدر الامكان تعويض جزء مش كبير ولكن جزء، نظرا للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمول بيها. بنمول بظروف يعني لو اي حد قاعد يسمع هذه الارقام يتعجب ازاي الخدمه دي بتتقدم. حضراتكم الهرمون النمو في المستشفيات احنا بندي للاطفال كل شهرين علبه تحاليل، محتاج الطفل علبتين، بس احنا بدانا نديله العلبه، ما كناش بنديله علبه تحليل للسكر، مرضى السكر، نديله القلم الحقن. كل دي خدمات بتقدم. يعمل الزرع القوقعه ان رفعناه الى 90000 باعتبارا من 1/12. انا عايز اقول لحضراتكم احنا في خلال الفتره الصغيره اللي فاتت دي صرفنا على زرع القوقعه اكثر من 25 مليون جنيه في خلال ال3 شهور. يبقى لك ان تتخيل ان احنا بنتحرك مش اقل من 70 80 مليون في نهايه السنه الماليه اذا كنا سنه كامله. فانا عايز اقول ان التامين الصحي بيقدم خدمات، بالتاكيد عندنا مشاكل، ولكن انا بقول 70% تمويل، 30% اداره. بالتاكيد الاداره الرشيده والاداره اللي بتبقى فيها تفاعل اكثر بالتاكيد هتبقى تعمل ترشيد، ولكن الترشيد ما يوصلش بان احنا متوسط الفرد
على مستوى ال 48 مليون لا يتجاوز 100 جنيه في السنه اشتراك، بينما احنا بنقول احنا عايزين مش اقل من 1000 جنيه، مش اقل من 600 جنيه. اذا بنتكلم على اذا كنت انا باخد النهارده 4 5 مليار، انا بتكلم على 20 22 مليار، يعني انا بعمل بربع الطاقه. وبالتالي لما بنقيس اليوتيلايزيشن في الهيئه فعلا بنجد انه لا يتراوح اكثر من 25%. وده طبقا للتمويل، لان احنا خلينا معترفين ان لن تقدم الخدمه لاهلنا في كل مصر بهذه الكفاءه وهذا المستوى وهذا الانفاق. او ما بنقدمش، احنا بنقدم خدمه الحضانات وهي خدمه مكلفه جدا ومرتفعه التكاليف. انا مش هطيل على حضراتكم، انا اسمحوا لي طبعا النهارده انا سعيد وشاكر لحضراتكم. هذا الجهد لا يعدو لي ولا للدكتور ابو بكر ولا هم. احنا عندنا مجموعه من الاساتذه رؤساء الهيئه السابقين ومديرين فرع القاهره السابقين هم اللي عملوا مع حضراتكم، ولولا وجود حضراتكم ولولا ان انا عايز اقول ان الدكتور ايمن شعيب، اسمحوا لي يعني انا اذا كنت بختار الدكتور ايمن شعيب فانا بختاره ممثلا لحضراتكم جميعا، لانه يمكن كان اكثر احتكاكا بيا خلال فتره وجودي، كان تعبني جدا في فرع القاهره، ولكن كنت اشعر ان هذا المكان هو بيدافع عنه بشراسه شديده. وفي المطلوب في النهايه المستفيد الاول والاخير هو المواطن، هو الطفل، هو اهلنا اللي مش ممكن هيلاقي لو ما كانش التامين الصحي ما كانش هيجي العمليه بشكل او باخر. اسمحوا لي ان انا طبعا بشكر وبرحب بالاستاذ الدكتور رمزي مراد المدير الاقليمي لشركه MSD على طبعا تشريفه وحضوره معانا واصراره اللي هو موجود معانا. بشكر كل المجموعه الفريق معاه، الدكتوره نيبال وحازم ومايكل، انا مش عايز بس عشان ما انساش حد، الكل الموجود. طبعا بنشكر الدكتوره سهير عشان تزعل تقول لي شكرت الكل وما شكرتنيش، وهم التدريب وهم ليهم نشاط كبير. برحب بحضراتكم كلكم وبشكركم. انا هذه المناسبه اسمحوا لي ان انا اذا كنت يعني هكرم حضراتكم ممثلا في الدكتور ايمن شعيب، هنديله درع الهيئه ممثلا يعني الجراحين والتمريض والتخدير والعنايه وكل، هو عباره عن تكريم رمزي وبالنسبه لحضراتكم وتصحيح اكثر من ذلك.